تعرف إن 90% من الناس عايزين يزودوا دخلهم بس ما بيعملوش النقطة البديهية دي واللي هقولك عليها بمنتهى البساطة. كمل الفيديو للآخر. لو أنا عايزة أجيب دولاب أكبر من الدولاب اللي عندي، مش بفضي مكان كبير يستوعبه، وبيكون الدولاب الجديد ده جزء من بيتي وبحتاج أهتم بيه، بس في المثال ده أنا عندي السعة اللي أستقبل بيها الدولاب الكبير. طب لو ما عنديش، هشتري مكان تاني يديني مساحة أكبر أو هشتري دولاب على قد استيعابي الحالي. طب لو حياتك فيها 6 أنشطة مثلًا هُم اللي بتدور حواليهم وبتهتم بيهم طول الوقت، لو خلّيتهم 7 مع الاستمرارية في الالتزام بيهم كلّهم، إيه اللي هيحصل؟ أيوه، هتزوّد الساعة بتاعتك عشان تستقبل أكتر من اللي كان موجود قبل كده. هو إيه اللي بيميّز أصحاب المناصب عن المرؤوسين؟ أصحاب المناصب دايمًا عندهم سعة كبيرة بتستوعب مجالات كتير أو تفاصيل كتير جوه نفس المجال، فبالتالي لو أنا زودت كفاءتي في حاجة جديدة بعملها في حياتي، يعني بدأت أتعلمها وبدأت أعملها شوية بشوية وأتعود عليها وتبقى جزء من حياتي، وبعد كده بعد ما أتعود عليها أزود بند جديد وهكذا، ده هيوسع إمكانياتي. فأنا لو زودت المساحة دي هستقبل أكتر وهطلع أكتر، وبالتالي بتلاقي أكتر شخص معاه فلوس بيقدر يطلّع تبرعات بقيم كبيرة جدًا، بيقدر يساعد مؤسسات على مستوى عالي جدًا، الداخل عنده كتير والخارج من عنده كتير برضه. في كام اقتباس عايزة أشاركهم معاك هيوضحوا الصورة أكتر. أول اقتباس بيقول: منظورك محدود دائمًا بمدى معرفتك، وسّع مداركك وستغيّر عقلك. مين بروس ليبتون؟ ده كاتب ومحاضر أمريكي وحصل على الدكتوراه في موضوع من زراعة الخلايا إلى الوعي، ومعترف بيه دوليًا في ربط العلم بالروح. تاني اقتباس بيقول: يمكنك توسيع نطاق وعيك بطرق عديدة، وبذلك سيتطور دماغك، سينمو جسديًا من خلال تطوير مسارات عصبية جديدة وروابط تشابكية وحتى خلايا دماغية جديدة، والأهم أنه سيتطور ليعكس توسع عقلك نحو مجالات إبداعية جديدة. مين ديباك شوبرا؟ ده طبيب أمريكي من أصل هندي، كاتب ورائد أعمال في مجال الطب النفسي والجسدي. الاقتباس اللي بعده: التعليم الرسمي سوف يجعلك تعيش، والتعليم الذاتي سوف يجعلك تجني ثروة. مين جيم رون؟ ده رائد أعمال أمريكي متحدث دولي معترف بيه. وآخر اقتباس: التعليم ليس ملء دلو بل إشعال النار. مين ويليام بيتلر ييتس؟ هو أعظم شعراء القرن العشرين، حصل على جائزة نوبل للأداب سنة 1923. فبالتالي تطويرك لمهارات جديدة أو أنشطة جديدة في حياتك شوية بشوية هيوسع إمكانياتك، وبالتالي هيوسع قدرتك على استقبال فرص أكتر واستيعاب عدد أكتر من المجالات ومن الأشخاص. طيب إحنا ممكن نصنف المهارات كده باختصار إن في مهارات تقنية اللي هي على حسب مجالك، فبتزود مهاراتك داخل مجالك نفسه، تزود مثلا البرامج اللي ممكن تستخدمها، تزود الطرق اللي ممكن تسهل لك شغلك، المهم إن هي حاجة تقنية جوه مجال شغلك. في مهارات التواصل، مهارات التواصل دي زي مثلا التفاوض، ازاي لو انا بتكلم مع شخص وجهة نظره مختلف عن وجهة نظري وانا عايزة اقنعه او ابيع له الفكرة بتاعتي، فإزاي ممكن أتفاوض معاه وأوصل معاه لحل يناسبه ويناسبني. وبرضه بيدخل فيها بناء العلاقات، بس مش أي علاقات. يعني لو أنا عايزة أتعلم عن الفلوس أكتر فأنا محتاج أبني علاقات مع أشخاص شاطرين في الحتة دي، أو تبقى السوشيال ميديا بتاعتي عبارة عن إن أنا بتابع ناس بتتكلم عن النقط دي، فبالتالي هيساعدوني أو هيبنوا لي معلومات قوية في المجال ده. النوع التالت من أنواع المهارات المهارات الشخصية، يعني زي مثلا حل المشكلات. أنت إزاي ممكن تكون بتتعامل مع المشاكل اللي بتواجهها في حياتك، وإزاي تطور من طريقة حلك للمشكلات والتعامل معاها. النوع الرابع من المهارات المهارات المالية، أتعلم إزاي أخطط تخطيط مالي مظبوط، وابتدي في استثمارات بسيطة وأعمل تجربة كده بسيطة عشان أشوف الموضوع بيشتغل إزاي وأطبق فيه كل المعلومات اللي أنا عرفتها. وعشان أرتب أفكاري في أي حاجة في الدنيا بحتاج الأول أحدد هدف اللي عايزة أحققه، حتى لو الهدف ده بسيط جدًا. بعد كده بابتدي أتعلم إزاي ممكن أوصل للهدف ده، وأي حاجة باتعلمها من أي مكان في الدنيا بابتدي أطبّقها، وبادوّر على إيه هو نمط الحياة اللي يتناسب مع المعلومات الجديدة اللي أنا اتعلمتها دي. يعني لو إحنا بنتعلم عن الفلوس فأنا محتاج أشوف إيه هو نمط الحياة اللي بيعيشه الأشخاص الأثرياء، أو على الأقل الأعلى دخلًا منّي. فبالتالي كل ما أزوّد السعة بتاعتي كل ما هاقدر أستوعب فرص أكتر وناس أكتر وبالتالي فلوس أكتر. ده غير إنه بيدّيك شعور جيد جدًا ناحية نَفْسك،
وثقة أكتر طول ما أنت على الطريق. فكر فيها كده وقول لي رأيك في الكومنتات. وسلام.